إيلون ماسك المغربي فوزي النجاح، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة ناميكس لصناعة السيارات اللي كتخدم بالهيدروجين، فيكفيك تشحن الكبسولة ديالها في 3 دقائق وتقدر تقطع بها 800 كيلومتر بقوة 550 حصان بإصدار الدفع الرباعي. سيارة صديقة للبيئة عكس السيارات الكهربائية اللي كتشحن في 30 دقيقة واللي كيقولوا عليها صديقة للبيئة. فالسيارة غتحط غير مع السيارات بروميوم بحال تسلا والمرسيدس وحتى الأودي. فكيفاش كانت طفولة فوزي النجاح وكيفاش طاحت عليه فكرة ديال السيارة تخدم بالهيدروجين، وكذلك شنو هي الرؤية المستقبلية لهذا المشروع اللي فريد من نوعه، واهم حاجة هي شكون هما الاشخاص اللي كانوا وراء صنع هذه السيارة. فامريكان اللي عندها إيلون ماسك، فالمغرب عنده فوزي النجاح. فقبل ما نبداو فما كرهتكش تابونا في القناة ودير شي لايك، ولا بغيتي شي فيديو فما عليك غير تقول لي في لي كومونتير علاش بغيتي نهضر. فوزي تزاد في 1993 في ضواحي باريس من أسرة مغربية اللي كتنحدر من مدينة الراشدية. الأب ديالو مهاجر مغربي خدم أكثر من 30 سنة في مصنع ديال رون في فرنسا. يعني منذ الصغر فوزي عنده ميول للسيارات وما كيفكرش في شي حاجة أخرى من غير السيارات. فمن بعد فوزي ما خدا الباك ديالو مشى قرا على الدومين ديال لوطوموبيل، وفي العمر ديال 21 سنة صاوب أول شركة ديالو خاصة بالديفلوبمون. هنا فين اكتسب خبرة كبيرة اللي غتأهلو باش يبدا في هذه الشركة العالمية ناميكس في سنة 2017. ففي البداية بدا غير بوحدو وتا واحد ما تيق فيه. كاع صحاب الشركات والمستثمرين اللي مشى عندهم باش يقترح عليهم الفكرة ضحكوا عليه وقالوا ليه واش انت مريض باغي تصاوب طوموبيل تخدم بالهيدروجين وفي افريقيا. وفوزي حضر راسو بدا راسو في الاول وبدا كيصاوب لي بيزنس بلون لي تيد مارشي، وشويه بشويه بدا كيدير لي كونتاكت مع الناس اللي غيقدروا يعاونوه في هذا البروجي. ومع الوقت بدات التيم كتكبر. من بعد فوزي والفريق ديالو قدر انهم يديروا كولاب مع شركة كبيرة واللي هي بينينفاغين، واللي هي شركة كبيرة في تصميم السيارات الإيطالية. يعني كاع دوك لي فيراري اللي كتشوف فراه بينينفاغينا هي اللي صمماتهم. فاستغرق لهم الديزاين ديال السيارة عام كامل فين قدرات بينينفاغينا تصاوب 10 ديال التصاميم وقدروا يختاروا فقط تصميم واحد، وزادوا خدموا عليه 6 شهور باش انهم يطوروا داك الديزاين اللي اختار. فمن بعد ما سالاو التصميم الخارجي ديال السيارة قرر فوزي ان الانتيريور ديال السيارة غيصمموها مغاربه، لكن الفريق ديالو رفض الفكرة علاش يخليو شركة عالمية ويمشيو عند المغاربه. فمع الوقت قدر يقنعهم وجمع فريق مغربي، لكن لقاهم خايفين انهم ما يكونوش في المستوى. فقرر انهم يعطي 3 شهور للمغاربه كتيست باش يقادوا الانتيريور ديال السيارة، وكذلك جمع فريق من اوروبا باش حتى هما يديزاينيو الانتيريور ديال السيارة. فمن بعد ما وجدوا لي ديزاين عطاهم فوزي للتيم ديالو، وكاع الناس اللي معاه في التيم اختاروا لي ديزاين ديال المغاربه. واللي بغى يقول لنا فوزي من هذه القصه هي ان المغاربه عندهم كفاءات واعرين، خاصهم حاجه واحده واللي هي الثقه في النفس. نقول لهم اي كونفيونس ان انت وليتي تحفزهم باش اي كونفيونس ان فو. فرؤيه فوزي النجاح من البدايه هي السياره تصنع في المغرب، ايادي مغارب، يعني غتكون ميد ان موروكو 100%. وفي سنه 2026 غادي يتم طرح هذه السياره في الاسواق المغربيه، وكبدايه غادي يتم تجهيز 300 فرصه شغل اللي غادي يقدروا ينتجوا بها 70 سياره في النهار و15000 سياره في السنه. في نهار 15 ماي من هذه السنه تم تقديم نموذج من سياره ناميكس اللي الاسم ديالها ايشيوفي بوجود الملك محمد السادس. ففي هذه المناسبه غيتم مكافأة فوزي النجاح بوسام ملكي بدرجة قائد. فهذه كانت قصة العبقري والمخترع المغربي صاحب السيارة ناميكس فوزي النجاح. وهنا غتكون الحلقة ديالنا سالات. اللي غنطلب منك هو ما تنساش تابونا في القناة ودير شي لايك، وما تنساش تقول لي في لي كومونتير شكون تبغي في الحلقة الجاية. تهلا.